وكأنه الاهلي مثلا لما يطلب مدرب والمدرب ده يرفض عيبه، او يبقى يعني مقيد بعقد تاني عيبه، او يعني يعني كان طالب فلوس اكتر عيبه. انا بتكلم على جوزيه جوميز، المدير الفني البرتغالي الاسبق للزمالك والحالي للفتح السعودي، اللي جريده اليوم قالت ان الاهلي تواصل مع جوميز اليوم السعوديه في الفتره الاخيره علشان خاطر يتفاوض معاه ويتعاقد معاه، لكن المدرب ابلغهم انه رافض العرض وانه مش هيمشي الا بموافقه الفتح السعودي. خلاص كده، ده اللي قاله جريده اليوم، وده اقرب للمنطق حتى ما تيجي تحللها في دماغك. يعني يوم الناس في الاهلي بيطلع يقول لك واحنا اصلا ما عرضناش عليه، ده وكلاء اللي هو وكلاء اللي بيتكلموا. هو يعني هو مثلا كابتن محمود الخطيب هيكلم مدرب يقول له انا عايزك تيجي تشتغل معايا؟ ما هو دي فرشه بيفرشها الوكلاء وبيتكلموا مدير اعماله مع فلان مع علان مع ترتان، وبعدين يحصل الزوم. ولا هو الزوم بيحصل كده في ثانيه؟ طب ما هو وكلاء، وايه المشكله يعني؟ انما الافواره اللي فيها الموضوع ده انا شايف انها هتاثر على الاهلي سلبا. الاهلي مدرب عالمي، اصل الاهلي هيجيب معرفش مين الالماني ومين اللي كان مدرب منتخب ايه ومين اللي كان بيعمل ايه، وفلان الفلاني عايز 8 مليون يورو، فالاهلي نجح ان